السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي حبايب قلبي، وحشتوني جدا. هنكمل إن شاء الله سلسلة شرح منهج تانية ثانوي الكبير جدا جدا جدا، وربنا يقويكم ويقوينا يا رب إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الوحدة التانية، درس الحركة والسرعة. بس نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يلا بينا نشوف الدرس ده ايه القصة بتاعته. الدرس ده طبعا انت خدته في ثالثة اعدادي، هنقول فيه شوية بعض الملحوظات يعني اللي هنوفقها لمنهج ثانوية عامة ان شاء الله. اول حاجة عايزين نعرفها قبل السرعة الحركة. امتى الجسم بيكون بيتحرك، وشكل نوع الحركة عامل ازاي، وشكلها عامل ازاي. 3 حاجات عايزين نعرفها دلوقتي. فالحركة بتاعت حضرتك لو جيت اعرفها، امتى اقدر اقول على جسم بيتحرك؟ يعني عرف الحركه. دلوقتي لو انا واقف هنا وبعد فتره فضلت مكاني، عدى فتره فضلت مكاني، هل اقدر اقول ان انا اتحركت؟ تقول لي والله ما حصلش، انت فضلت ثابت مكانك. طب لو انا كنت هنا فات ثانيه بقيت هنا، فات ثانيه بقيت هنا، وهكذا، هل انا فضلت واقف مكاني؟ تقول لي لا والله يا مستر، انت موضعك اتغير. موضعك كان هنا بقى هنا بقى هنا. تغير موضعك ده بنسميه ايه؟ حركة. طبعا التغير ده بيحصل بمرور الزمن. فالحركة تعرفها هي تغير موضع الجسم بمرور الزمن. اي جسم بيتغير موضعه بمرور الزمن اذا هذا الجسم يتحرك. طب الحركة اللي بيتحرك بيها دي كم نوع؟ فالحركة عندك نوعين. في حركة اسمها حركة انتقالية، وفي حاجة اسمها حركة دورية. يبقى احنا مصنفين الحركة على ان هي نوعين. نوع اسمه حركة انتقالية من اسمها هنفهمها، ونوع اسمه حركة دورية وان شاء الله هنفهمها دلوقتي. تعالى بس اهم حاجة نقارن ما بينهم. ايه يا مستر تعريف الحركة الانتقالية؟ يعني امتى اشوف جسم بيتحرك فاقول ان الحركة دي حركة انتقالية. الحركة الانتقالية لازم يكون، والله تعالى اشرحها لك الاول. بص، هي جايه باينه من اسمها. انا واقف هنا، بعد شويه بقيت هنا، ثانيه واحده، مش انا كده انتقلت من نقطه لاخرى؟ النقطه الاولى اسميها نقطه بدايه، النقطه الثانيه اسميها نقطه نهايه. فانا كده ايه؟ انتقلت من نقطه بدايه الى نقطه نهايه. هي دي اسمها الحركه الانتقاليه. عشان اقول ان الجسم عمل حركه انتقاليه لازم ينتقل من نقطه بدايه الى نقطه نهايه. يبقى الحركة الانتقالية لازم يكون لها نقطة بداية ونقطة نهاية. لازم يكون لها نقطة بداية ونقطة نهاية. شكرا يا سيدي، كده احنا خلصنا الحركة الانتقالية كتعريف. يعني مستر طب شكلها ممكن يكون عامل ازاي؟ شكلها ممكن ينقسم لحاجتين. واحد، ممكن تكون حركة في خط مستقيم زي ما انا عملت. اي جسم يتحرك في خط مستقيم له نقطة بداية وله نقطة نهاية. طالما بداية نهاية اذا حركة انتقالية شكلها في خط مستقيم. زي مثلا اقول لك قطار انتقل دون ان ينحرف يمينا ويسارا. مشي مباشرة في خط مستقيم، بدأ من محطة وصل لمحطة أخرى، يعني له بداية وله نهاية. إذا الحركة نوعها انتقالية، شكلها في خط مستقيم، وزي حركة سيارة في طريق دون أن ينحرف. طيب، 2، ممكن يكون اسمها حركة، قبل ما أقول لك اسمها تعال أديك مثال عليها. تخيل كده، أحيانا في الفسحة بتعملوا حركة قذرة كده، في ناس بتعملها يعني. فيجي واحد، اوعى تعمل الحركة دي الله يرضى عليك، يجي واحد واقف هنا أهو، جنبيه واحد صاحبه، قاعدين مش لاقيين حاجة يعملوها في الفسحة وزهقانين، وشايفين ولد هناك كده واقف مع صحابه. فيقول له ايه؟ بقول لك ايه يالا؟ يقول له قول لي يا عم. يقول له شايف الواد اللي هناك ده؟ يقول له اه شايفه. يقول له تراهن الطوبه اللي في ايدي دي
اجيبها على راس الواد اللي هناك ده، يقول له اراهنك وريلي. فالواد يروح حادف الطوبه عشان يجيبها على دماغه. امنتك بالله لو في حد حدف طوبه شفته هل هيحدفها في خط مستقيم كده؟ تقول لي اكيد لا. ليه؟ لان لو حدفها، يعني انت عمرك شفته بيحدفها في خط مستقيم كده عشان تيجي في دماغه؟ لو هو عملها من مسافه بعيده وتيجي تمشي في خط مستقيم، الجاذبيه هتشدها فهتقع. بعد فتره حتى لو حدفها اقوى، الجاذبيه هتشدها وايه؟ وهتقع، صح ولا لا؟ فبالتالي هو مش هيحدفها في خط ايه؟ مستقيم، مستحيل اصلا، هو مش هيعرف. حتى هو لما بيجي يحدفها بص بيعمل ايه؟ بيحدفها لفوق كده. هو بيتعامل حرفيا بيتعامل بالسنس الفيزيائي من غير ما يدرس فيزياء. الفيزياء دي حرفيا حياه، اسلوب حياه والله. بص بيعمل ايه؟ يروح حادفها من فوق، فالطوبه او المقذوفه تلف تلف تلف، تخبط على راس الواد تنشه نشه كده. امنتك بالله الحركه دي نوعها ايه؟ تقول لي واحده يا مستر، واحده واحده يعني. دي لها نقطه بدايه اللي هي ايد الواد، لها نقطه نهايه اللي هي راس الواد. يبقى لها بدايه ولها نهايه، اذا اسمها حركه انتقاليه لانها انتقلت من البدايه الى النهايه. شكلها ايه؟ هل شكلها في خط مستقيم؟ تقول لي لا يا مستر ده المسار ده، ما تقوليش دائري بالله عليك، اسمه مسار منحني. حتى لما حذفها في خط مستقيم وحاول وقعت برضه، يعني مشيت في مسار ايه؟ مسار منحني. ده فعلا تاني نوع من الحركه. تاني نوع من الحركه الانتقاليه هي حركه في مسار منحني. ده اللي بيسموه حركه المقذوفات. اي مقذوفه على كوكب ايا كان ايه هو الكوكب، خاصه طبعا كوكب الارض، اي مقذوفه ما بتمشيش في خط مستقيم، بتمشي في مسار منحني. حتى مثال هنا سريع جدا، بما احنا بس بنحاول نربط الفيزياء بالواقع. يعني القناصين المحترفين، طبعا انت عارف ان القناصين دول هم ناس بتصطاد ناس او يصطاد حتى يا عم حيوانات، بس من مسافات بعيده جدا ويبقوا مستخبيين وقصه. القناص المحترف قوي لما بيجي ينشن على حد من بعيد مش بينشن عليه. ليه يا مستر؟ اصل هو عايز يضربه طلقه، مش الطلقه دي مقذوفه وعلى كوكب الارض، يعني بتحكمها جاذبيه. يعني لو نشن على دماغه مش هتيجي على دماغه، ممكن تيجي تحت شويه، ممكن تيجي في صدره، في رجله، على الارض. فهو القناص المحترف عارف ده وفاهم فيزياء وبيتعامل بناء عليه، فمش بينشن في دماغه، بينشن فوق دماغه شويه. ليه؟ عشان الطلقه لما تيجي تنزل على دماغه بالظبط. حسب المسافه بيبقى في سنس كده عنده، او بيقعد يجرب حسب بقى القناص وحسب الخبره بتاعته وحسب المساعد اللي معاه. احيانا بيكون في مساعدين جنب القناصين. ما علينا، قصه مش بتاعتنا خالص دلوقتي. بس القناص الشاطر جدا بيعمل ايه؟ مش بينشن عليه، فوقيه سنه صغيره، عشان الطلقه وهي نازله سنه بدل ما تيجي في الهواء تيجي على دماغه. الله الله الله. تعال، يبقى اول نوع من الحركه هي حركه ايه؟ انتقاليه. الحركه الانتقاليه لها نقطه بدايه ولها نقطه نهايه، بتنتقل من البدايه للنهايه. شكلها ايه؟ اما في خط مستقيم او في مسار منحني زي حركه المقذوفات. حتى الناس اللي بتلعب جيمز، تعالى لي بتاع ببجي، تعالى، وكول اوف ديوتي، لسه شايف فيديو هبقى اعمل له شير كده. واحد كبير بس شكله خبره او فاهم فيزياء او كان مقاتل قبل كده، بيلعب كول اوف ديوتي، بينشن على واحد من بعيد قوي بالقناصه، راح منشنش عليه، نشن فوقيه حبه. قلت الراجل ده فاهم فيزياء، ده مجنون فيزياء. وسبحان الله حتى في اللعبه واخده معامل الجاذبيه في الحسبان. فلما نشن فوق شويه الواد مات، فضل ينشن فوق لحد ما مات، وقعد ضحك كده ضحكه شريره وبتاع. فانا انبهرت. يعني عملوها حتى فين؟ في الالعاب عشان تبقى مطابقه للواقع تماما. ده كده يا سيدي الحركه الايه؟ الانتقاليه. طيب تاني نوع من الحركه هو الحركه الدوريه. والحركه الدوريه كتعريف، اولا حركه دوريه لازم يحصل فيها تكرار. لازم يحصل فيها تكرار. اي حركه بيحصل فيها تكرار، ما اقولش انتقاليه، اقول ايه؟ دوريه. لكن دي ادوب لها بدايه لها نهايه خلصت، لكن دي بتكرر نفسها. فلو جيت اعرفها اقول ايه؟ هي حركه مالها؟ تكرر نفسها على فترات زمنيه متساويه. عظيم.
شكلها ايه بقى؟ واديني امثله عليها. بصراحه هي حاجه من اتنين، اما حركه اهتزازيه او حركه دائريه. ثانيه، دائره مش مسار منحني. تعالى لي بقى نعرف الفرق ما بين الاتنين. بسم الله، اديك شويه امثله. تخيل اول مثال عندك الجسم ده اللي اسمه البندول. لو انا جيت شديته كده وسبته، ايه اللي هيحصل له؟ والله يا مستر انت لو شديته كده وسبته، الجاذبيه طبعا هتشده فهيروح هناك. هل هيقف؟ لا والله، ده يرجع تاني. يعني هو راح ورجع. ثم هل يقف مكانه ولا هيكرر؟ تقول لي لا، ده هيكرر الحركه تاني، يروح ويرجع. يقف مكانه ولا يكرر الحركه تاني، يروح ويرجع. حصل تكرار يا شطار. طالما حصل تكرار اذا حركه ايه؟ دوريه. اي حركه بيحصل فيها تكرار اذا اسمها حركه دوريه، بعيدا عن شكلها دلوقتي او هي ايه في الدوريه بالظبط. بس كده. يبقى اول ما اقول لك البندول بيتحرك حركه ايه، تقول لي اسمها حركه دوريه. اديك مثال تاني. عارف الوتر بتاع الجيتار ده. لو انت جبت وتر وهزيته هزه كده، نزلته لتحت، لما بينزل لتحت وتيجي تسيبه، هل هيفضل مكانه؟ لا، هو اصلا ماده مرنه كده، فلما تشده وتسيبه هيطلع فوق. مش بس يرجع مكانه، بيطلع فوق الناحيه الثانيه. يبقى هو طلع ثم ينزل ثم طالع نازل، طالع نازل، في تكرار. اذا حركه دوريه. فحركه وتر هي برضو حركه ايه؟ دوريه. اديك مثال كمان. حضرتك عندك حاجه اسمها الشوكه الرنانه. في المدرسه لو مسكت شوك، اي مدرسه هتلاقي فيها شوكه رنانه، لان دي حاجات بدائيه يعني. ممكن المدرسه ما يكونش فيها غيرها اصلا، هي وكم مخبر وشكرا. مسكت الشوكه الرنانه رحت دبيتها دبه كده في الديسك بقى، ولا على الارض ولا على الحيط ولا ايا كان، هتسمع الصوت ذبذبه. ذبذبه ده يعني اهتزاز اصلا، بس ما علينا. الصوت ده جه منين؟ جه لانك لما خبطتها الضلع ده لقيته اتحرك كده يمين وما وقفش مكانه، وراح شمال الناحيه الثانيه. عمل كده، بص، راح يمين ثم شمال، يمين ثم شمال، وفضل رايح جاي رايح جاي، ويكرر. طالما بيحصل تكرار اذا حركه دوريه. يا لهوي على الجمال. طب اديك مثال تاني. تعالى، عارف ده اسمه ايه؟ دي سوسته متعلق فيها كتله، ثقل. الكتله ممكن نسميها ثقل. طول ما هي كده هي ما بتتحركش. جيت بقى، طبعا بنسميه ده زنبرك عشان تبقى فاهم بس مسماه العلمي. جيت شدته لتحت وسبته، فهيطلع فوق هنا ثم ينزل تحت. هينزل تحت هنا مثلا، تمام، امسح لك دي كده، ثم هينزل تحت هنا، فتلاقيه نزل تحت طلع فوق، ونزل وطلع، ونزل وطلع، لان السوسته هتوديه وتجيبه. فبالتالي هل اتحرك بدايه ونهايه بس؟ تقول لا والله يا مستر ده قاعد يحصل فيه تكرار، وطالما حصل فيه تكرار اذا هي اسمها حركه ايه؟ حركه دوريه. فالحركه الدوريه بيحصل فيها كلمه واحده وهي تكرار. كل دول تحركوا حركه دوريه. شكلهم ايه بقى؟ بص يا سيدي، اي جسم في الدنيا زي البندول كده، ده وضعه الطبيعي. لو لقيته هز يمين ثم هز شمال وكرر، هز يمين هز شمال، طالما بيهز يمين وشمال او بيهز فوق وتحت، شوف انا بقولها اهي، اذا بيهتز. اذا نوع الحركه حركه ايه؟ اهتزازيه. يبقى الاربعه دول اصلا بيتحركوا حركه ايه؟ اهتزازيه. بدليل بص عليه، بيهز يمين وشمال، بيهز يمين وشمال. طب ده بيهز فوق وتحت، بيهتز فوق وتحت يعني. شكرا. طبعا في مسمى اعمق من كده اللي هو اهتز حوالين موضع السكون وقصه، بس مش دلوقتي يعني. بيهز يمين وشمال كده بالظبط، اذا بيعمل حركه اهتزازيه. طب ده يطلع فوق وتحت، اذا بيعمل حركه اهتزازيه شكلها اهتزازي، لكن هي نوعها يا مستر، ارجع ورا، نوعها حركه دوريه. يبقى الحركه الدوريه ممكن تبقى حركه ايه؟ اهتزازيه. طيب، وقلنا الامثله بتاعتها. طب الدائريه دي يا مستر،
الدائريه دي زي مثلا لو عندك ادي الشمس اهي وادي الارض في مكانها اهو. هل الارض واقفه في مكانها؟ تقول لي والله لا يا مستر، احنا عارفين انها بتدور حوالين الشمس مره كل 365 يوم تقريبا، اللي هي مره كل سنه، والسنه اللي بعدها تدور تاني. تقف ولا تكرر؟ تكرر ثم تكرر. اي حركه بيحصل فيها تكرار، اذا هي حركه ايه؟ دوريه. بس هل بتهز يمين وشمال؟ لا يا مستر، يبقى ما اسمهاش اهتزازيه، اسمها حركه ايه؟ دائريه، شكلها في مسار دائري، او بنقول حركه دائريه. يبقى هي دوريه دائريه. والله عظيم جدا يا اخي. اديني امثله تاني. المروحه، مروحه هي شغاله تقعد تلف كده، تقف؟ لا والله، تلف تاني وتالت ورابع، شكلها دائري، نوعها حركه دوريه لان بيحصل فيها كلمه واحده وهي تكرار. كده حرفيا انت خلصت الحركه الانتقاليه والحركه اللي هي الحركه الانتقاليه والدوريه. عظيم. اديك مثال من عندي على الجزئيه دي، بس انت قول لي، فكر يلا، حاجات طب موجوده في الكون والطبيعه. اديني مثال كمان كده. لو انت قلت مثلا الالكترونات حوالين اللي هو النواه، اجابتك صحيحه. فعلا ادي النواه بيدور حواليها الكترونات في مسار دائري وبيحصل تكرار، اذا هي حركه دوريه دائريه او في مسار دائري. حلو. ايه تاني؟ مثلا حركه القمر حول الارض. ادي الارض ادي القمر بيدور حول الارض تقريبا مره كل شهر تقريبا. يبقى وبيقف ولا بيكرر؟ تقول لي والله بيكرر، اذا بيحصل فيه تكرار، فبالتالي هو حركه مالها دوريه، وهكذا وهكذا. عظيم. تعال بقى اديك مثال من عندي حلو قوي على الجزئيه دي. لو جيت قلت لحضرتك، ولا اقول لك تعالى ادولك من كتاب الامتحان. يلا بيقول لحضرتك اي من الاختيارات التاليه يمثل حركه انتقاليه. هل حركه بين دول؟ لا، بين دول اصلا مش حركه انتقاليه، بس هو حددهم ايدهم. راح قال لك حركه بين دول، حركه بين دول خلال 10 اهتزازات. كده كده 10 اهتزازات بيروح ويجي يروح ويجي، يعني بيحصل تكرار، اذا حركه دوريه. يبقى مش دي طبعا. هل حركه الارض حول الشمس خلال 3 سنوات؟ لا، ما بتلف حوالين الشمس 3 سنوات اهو، 3 مرات. الحركه الظاهريه للشمس خلال 4 ساعات، علم عليها هنسيبها دلوقتي. حركه القمر حول محوره خلال شهر قمري، لا. تعالى بقى، طبعا هي الاجابه ايه؟ الاجابه ج، ولكن عايزين نفهم ليه. يا مستر حركه الشمس هي اصلا تعالى والله هقف عند الجمله دي عشان نفهم فيزياء ونستمتع. هي اصلا الشمس بتتحرك؟ لا، هي الشمس هي بتتحرك في الكون. بتكلم لما انت بتشرق وتغرب، هو اصلا الشمس بتتحرك؟ لا والله ما بيحصلش. الشمس بتكون ثابته هنا، والارض اهي، الارض هي اللي بتدور، فيبان الشمس وكانها تتحرك. فالشمس كده كده ما بتتحركش. فانا الظاهر ليا لما اجي ابص على الشمس اللي هي اشرقت من هنا اغربت من هنا، انا بيهيأ لي ان هي بتتحرك، لكن الارض اصلا هي بتتحرك. طب لو بصيت على حركتها بقى، بما انها حاجه نسبيه يعني، لو بصيت حركتها لقيتها اتحركت من هنا لهنا، لها نقطه ايه؟ بدايه، ولها نقطه ايه؟ نهايه. ده خلال 4 ساعات. هو قيد لي خلال زمن معين صغير 4 ساعات، فانا هشوفها انتقلت من نقطه بدايه الى نقطه نهايه، اذا هشوفها اتحركت حركه انتقاليه. طب شكلها ايه؟ في مسار منحني. انتقاليه في مسار منحني، لان كده كده الارض بتدور، فاحنا فاهم بتبان انها في مسار منحني يعني. ما علينا، هو اصلا مش هيسالك عليها. هي دي اللي بتتحرك حركه ايه؟ انتقاليه. تعالى بقى واحد كمان. يلا نختار كل حركه من الحركات دي هي حركه ايه. طبعا يا جماعه انا شغال من كتاب الامتحان، عشان انا عايز ان شاء الرحمن والله ننتشر في مصر كلها ونفيد الناس كلها. بما ان اغلب الناس بيكون معاه كتاب الامتحان، فانا شغال منه. تفتح وتحل معايا، تشوف الشرح تحل معايا، تلاقي الدنيا تمام جدا. والله المستعان. يلا، حركه الكواكب دي قول لي كل حاجه هي. اولا هي حركه ايه؟ بتكرر نفسها، اذا هي حركه دوريه. شكلها ايه؟ دائريه، يبقى دوريه دائريه. شايف ده؟ طبعا هو لما ينزل كده هينزل في خط ايه؟ مستقيم، وينتقل من بدايه الى نهايه، اذا اسمها حركه ايه؟ انتقاليه في خط ايه؟ مستقيم. تعالى، الالكترونات حول النواه طبعا بتدور حوالين النواه وتكرر، اذا حركه ايه؟ دوريه. مالها؟ دائريه. طب ثقل معلق برضو دوريه
بس بتطلع فوق وتحت ثم فوق وتحت، يعني بتهز، يبقى حركة ايه؟ اهتزازية. دي بقى حلوة قوي 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 يا مستر. الرصاصة دي اصلا تعتبر مقذوفة على الارض. المقذوفة كده كده لها نقطة بداية ايدك، لها نقطة نهاية راس اللي بتنشن عليه، فبالتالي هي اسمها حركة انتقالية. طب في خط مستقيم ولا في مسار منحني؟ بص ان شاء الله مش هيسألك السؤال ده في المنهج ابدا، بس هو لو سألك هيحدد لك حاجة من الاثنين. هيقول لك شخص يطلق على شخص نارا من مسافة قصيرة جدا. طالما مسافة قصيرة الطلقة سريعة جدا يا جماعة، فمش هتلحق تنحني، فهي يا دوب هتاخد الخط المستقيم، مش هتلحق، مفيش. طبعا عشان تبدا تنحني لازم يفوت ثانية واثنين وثلاثة، فهي اتضربت خلاص شكرا، وصلت اصلا يعني من كتر سرعتها، فمش هتلحق تنحني. فلو قال لي من مسافة قصيرة جدا تقول له هي طبعا ايه؟ كده كده هي انتقالية، ها، في خط مستقيم. طب لو من مسافة بعيدة جدا، قناص يقتل شخصا من مسافة بعيدة جدا 2 3 كيلو مثلا، ولا كيلو، ولا 500 متر حتى، فلا ما تقوليش هتمشي في خط مستقيم، امال هتمشي في مسار ايه؟ منحني. لو هو قيدها للكلمتين دول. يجي يقول لي حركة أذرع المروحة، خلاص عارفينها، دورية دائرية، وشكرا يا سيدي. نيجي لجزئية رقم 2 النهارده وهي السرعة. طبعا السرعة في المنهج الجديد قص منها حاجات كتير قوي، مش مشكلة، هو بس بيديك ايه؟ مفاهيم اساسيات، شوية اساسيات كده يعني. السرعة عايزين نعرف امتى نقول سرعة اصلا، وانواع السرعة، والسرعة ممكن تبقى ايه وايه وهكذا. قبل ما اقول السرعة للأمانة لازم اشرح، يعني انا همسح دي، لازم اشرح شوية حاجات كده بسيطة هتخدمنا على درس السرعة، وهي الكميات الفيزيائية. الكميات الفيزيائية بتاعتنا نقدر نقسمها تقسيمين كمان. نقدر نقول ان احنا عندنا كميات فيزيائية، طبعا اوعى تقول لي احنا واخدينها قسمناها يا مستر اساسية ومشتقة، صح. اهل الاساسية والمشتقة دول بقى احنا ممكن ناخدهم كده كلهم نصنفهم تصنيفين كمان. في تصنيف اسمه كميات قياسية، وفي كميات متجهة. يبقى اي كميه فيزيائيه ممكن تبقى قياسيه او متجهه، سواء اساسيه او مشتقه. يعني الاساس والمشتق في منه قياسي، والاساسي والمشتق في منه متجه. عظيم جدا. مستر يعني ايه كميه قياسيه؟ كميه قياسيه هي الكميات التي نعبر عنها او تكفي للتعبير عنها ان احنا نعبر بالمقدار فقط. اي حاجه كافيه انك تعبر عنها بالمقدار فقط فاذا هي كميه ايه؟ قياسيه. اديك مثال بسرعه. عايز اقيس كتلتي، قلت كتلتي 80 كيلو، هل بقول 80 كيلو شمالا جنوبا شرقا محتاج اصلا اتجاه؟ تقول لي لا، اذا انت عبرت عنها بالمقدار فقط. بكم بس يعني؟ اذا هي كميه ايه؟ قياسيه. عايز احسب الزمن، او للزمن 4 ساعات، ايا كان بقى، الساعه 4 يا عم، هل بقول في اي اتجاه؟ لا، اذا بعبر عنها بالمقدار فقط فهي كميه قياسيه. شكرا. طبعا اشهر كميه قياسيه عايزين نعرفها حاجه اسمها المسافه. طبعا في سرعه برضو كميه قياسيه اسمها سرعه عدديه، دي اللي هناخدها بعد شويه. طيب المتجهه يا مستر دي عشان اعبر عنها بعبر عنها بالمقدار والاتجاه معا، لازم الاتنين مع بعض، فساعتها تبقى كميه ايه؟ متجهه. زي مثلا القوه، لما تيجي تزق حاجه بقول انا بزقها شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا. وممكن تبقى سرعه اسمها سرعه متجهه، بقول انا ماشي سرعه 80 شمالا جنوبا شرقا غربا. وممكن تبقى حاجه اسمها الازاحه. اشهر حاجه في القياسيه احنا عايزينها اصلا دلوقتي حاجه اسمها المسافه، وفي المتجهه حاجه اسمها الايه؟ الازاحه. ايه بقى الفرق بين المسافه والازاحه؟ هكتبها لك واديك امثله. المسافه هي، ركز بقى في التعريف جامد قوي، هي المسار الكلي، طول المسار الكلي المقطوع اللي قطعه جسم ما من البدايه الى النهايه. يعني بشوف الجسم مشي فين بالظبط من البدايه للنهايه، واحسب كل حته مشيها، احسب المسار كله.
فالمسافة هي المسار الكلي المقطوع من البداية للنهاية، بينما الإزاحة تعريفها كده بالظبط، ركز كده، هي أقصر مسافة بين نقطتين، اللي هي بين نقطة البداية والنهاية. طب ما هو في الرياضة احنا عارفين أصلا إن أقصر مسافة دي، أقصر مسافة بين نقطتين هي خط مستقيم. أصلا يستحيل تقول أقصر مسافة إلا لما تكون إيه؟ خط مستقيم. ده على الحاجات المستوية بتاعتنا يعني. تمام؟ يبقى أنا عشان أجيب الإزاحة بوصل نقطة البداية بنقطة النهاية في خطها مستقيم. بعمل كده أهو، أدي من البداية للنهاية، وأروح عامل خط مستقيم بالشكل ده. هي دي اللي بنسميها الإزاحة. هفهمك في المثال اللي جاي دلوقتي حالا. اقلب على الصفحة. عندك نقطة اسمها A ونقطة اسمها B، وجيت قلت لك إن أنا مشيت، وصلت، تحركت من A إلى B، انتقلت في حركة. ها؟ طالما في حركة من A ل B، مشيت إزاي؟ أقول لك مشيت كده 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 يعني. لو أنا حسبت كل اللي أنا مشيته ده أصبح اسمه المسافة المتحركة من A ل B دي كلها. طب لو عايز أجيب من الآخر، عندك جسم أهو، كأنك غمضت عينك مش شايف حاجة، هو اتحرك بس في النهاية لقيته فين؟ بعد ما فتحت عينك لقيته هنا. فالجسم كان هنا، اتزاح من مكانه بقى هنا. ماليش دعوة بقى مشي ازاي يمين شمال، ماليش دعوة بالمسافة، ليه دعوة هو اتزاح منين لفين؟ اتزاح من ايه إلى بي، عشان كده سميناها إزاحة. فالإزاحة هو اتزاح قد ايه؟ اتزاح منين لفين؟ اخد خط مستقيم بين نقطتين اللي هما نقطة البداية ونقطة النهاية. لاحظ انا عملت ايه؟ عشان اجيب الازاحة بوصل نقطة البداية بنقطة النهاية في خط ايه؟ مستقيم متجه، يعني احط عليه سهم. ده كده اللي اسمه الازاحة. يبقى اللي بالاسود اسمه ايه؟ اسمه مسافة. اللي بالاحمر اسمه ايه؟ اسمه ازاحة. الازاحه، انا المسافه ممكن اسميها اكس، الازاحه ممكن اسميها دي، انا خدش ليه عندي حاجه يعني. طيب اديك بقى امثله على الجزئيه دي، امثله سريعه جدا جدا جدا. جسم تحرك من ايه ثم بي ثم راح سي ثم رجع دي. احسب حاجتين، مسافه، ازاحه. طب اتحرك قد ايه يا مستر؟ الاول 5 متر ثم 10 ثم 5 طبعا عشان هو عامل شكل مستطيل. عايز احسب اكس المسافه، اكس اللي هي المسافه. عايز احسب دي اللي هي الازاحه. نمشيها واحده واحده. المسافه عشان احسبها بجيب المسار الكلي، كل حته امشيها. يلا، ده مشي الاول يا مستر اهو 5 ثم الاحمر ثم 10 دي كده 15 ثم 5 دي كده كام؟ 20. فالمسافه تبقى 20 متر. طب الازاحه، اوصل نقطه البدايه اهي بنقطه النهايه اهي في خط مستقيم متجه، يعني احط له سهم. هو ابتدى من هنا راح لهنا، تمام؟ هات لي بقى طول الحته السوداء دي، تقول لي والله الحته دي هي دي، يعني الازاحه ب 10 متر. ها، شمال ولا جنوب ولا شرق؟ تقول لي شرقا. يبقى انا كده عبرت عن الازاحه. يبقى الازاحه هي اقصر مسافه بين نقطتين من البدايه للنهايه. يا لهوي على الجمال. طب اديك مثال كمان. لو جيت قلت لحضرتك جسم اتحرك مثلا من نقطة A لنقطة B 3 متر، ثم من B ل C ماشي أهو ل C 4 متر. يلا هات لي حاجتين، مسافة وإزاحة. تقول لي المسافة دي سهلة قوي، مشي 3 و4 قد كده، اللي مشي كله 7 متر. يبقى المسافة بجيب اللي مشي كله وخلصت. طب الإزاحة، بوصل نقطة البداية بنقطة النهاية في خط مستقيم. لازم أعرف بدايته ولازم أعرف نهايته، وأعمل خط مستقيم من البداية للنهاية. أعمل خط مستقيم من البداية للنهاية. طب الحتة دي بكام؟ تقول لي يا مستر ده أنا هجيبها من مثلث فيثاغورس. تحت طبعا الحتة دي وتر في مثلث قائم أهو، مثلث قائم.
فعشان اجيبها تحت الجذر الاول تربيع زائد التاني تربيع يديني 5 متر. حدد شمال جنوب شرق غرب. تقول لي يا مستر ادي البدايه اهي، هنا الشرق وهنا الشمال، هو في شمال الايه؟ شمال الشرق او شرق الشمال ايا كان يعني. يبقى 5 متر شمال شرق. مش هيسالك اكتر من كده يعني، كده كده هو قص منها كميه كبيره بصراحه. طيب مثال كمان عشان عيونك. قلت لك جسم تحرك من ايه؟ راح الى بي، مشي 10 متر. ركز بقى عشان هنقول ملحوظه بنت جنيه دلوقتي. مشي من ال ب 10 متر، احسب المسافه. طب هنصل المسافه ب 10 متر. طب احسب الازاحه، وركز بقى. الازاحه عشان اجيبها بوصل خط مستقيم من البدايه للنهايه. ها وصل كده. طب ما هو متوصل اصلا. الله، طب ما الخط الاحمر ده طوله 10، يعني الازاحه متر برضه ب 10 شرقا، بس ايا كان هي بكام؟ ب 10. والمسافه ب 10. ايه ده؟ يعني ممكن المسافه تتساوى مع الازاحه. فاجي اسال حضرتك متى تتساوى المسافه مع الازاحه؟ ده سؤال يا صاحبي، حط عليه سين. متى تتساوى المسافه مع الازاحه؟ اقول لك واضح، هو انت اللي تقولها. انا دايما بحب انا بشرح فيزياء انت اللي تستكشف الحاجه، ما هي دي متعه الفيزياء والله. امتى المسافه تتساوي مع الازاحه؟ انت هتقول نص الاجابه بصراحه. تقول لي لما الجسم يتحرك في خط مستقيم. في شرط تاني، انه ما يرجعش لورا. ما انا ممكن امشي في خط مستقيم كده واروح لافف لورا واكمل برضه في خط ايه؟ مستقيم. لو لفيت لورا تبقى مصيبه، ما بقتش المسافه هي الازاحه. فالاجابه هنا هتبقى ببساطه ايه؟ عندما يتحرك جسم في خط مستقيم ولا يغير اتجاهه. ولا يغير اتجاهه. شكرا. يبقى يتحرك في خط مستقيم وما يرجعش لورا. طب لو رجع لورا، بص كده يا سيدي، جسم اتحرك من ايه لبي، اهو بي اهي، ايه اهي، اتحرك 10 متر ثم رجع من بي اهو. رجع، هعمل لك السهم فوقيه سنه بس هو مش فوقيه يعني، هو ماشي كده، لف ورجع عادي جدا. رجع مثلا 4 متر بالاحمر اهو. عايز مسافه، عايز ازاحه. تقول لي يا مستر المسافه ده راح 10 اهو، رجع 4 يعني 10. ما ماليش دعوه، مش مشي. انا عايز اعرف مشي قد ايه. مشي 10 و4 يعني مشي 14، فالمسافه تكون 14 متر. ده بكل بساطه. طب الازاحه، بص بقى القاعده بتقول لك ايه. هو راح من ال بي ثم رجع لسي. عشان اجيب الازاحه لازم اساله انت عايزها منين لفين؟ قال لك من اول ما بدا لحد ما انتهى، يعني من نقطه ايه لحد نقطه سي، من ال سي كده بالظبط. طب مستر ثانيه واحده، عشان اجيب الازاحه من ال سي اوصل البدايه بالنهايه في خط مستقيم. البدايه ايه؟ النهايه سي. شايف؟ ماليش دعوه راح لبي ورجع، المهم انتهى بيه المكان فين؟ انتهى بيه عند سي، فوصل من اول نقطه لاخر نقطه في خط مستقيم. هات لي بقى الحته اللي احنا هنعملها دلوقتي دي بالاخضر. الحته الخضراء دي هي دي الازاحه. طولها قد ايه؟ تيجي تقول لي والله بكل بساطه دي كلها، بص دي كلها ب10، منها حته ب4 يبقى الباقي 6. اذا الحته دي ب6 متر. يا لهوي على الجمال والعظمه. يبقى هل لما يمشي في خط مستقيم ويرجع المسافه هي الازاحه؟ لا. طيب اخر مثال معانا، جسم اتحرك من A راح لB ثم رجع لA. راح لB 10 متر، مش هقول لك رجع في قد ايه، هات لي مسافه وازاحه. تقول لي يا مستر بكل بساطه المسافه راح 10 رجع 10 يبقى مش 20، يبقى اكس بكام؟ اكس ب20. طب الازاحه مستر وصل البدايه بالنهايه في خط مستقيم. اذا راح للبدايه هوب هوب هوب، ما هو رجع النهايه هي يعني لو هوصل خط مستقيم فين؟ هي نقطه اصلا، فازاي هوصل خط مستقيم؟ يعني هي نفس النقطه.
اذا الازاحه بكام؟ بصفر. فهاجي اقول لك سؤال: متى تكون ازاحه جسم بصفر؟ عندما يرجع الى موضع البدايه. لما تكون نقطه النهايه هي نقطه البدايه، يبقى ازاحه بصفر عندما تكون او يكون موضع النهايه هو موضع البدايه. طيب كده انا فرشت الحصه بتاعت اللي هي المهمه اصلا النهارده، اللي هي السرعه. كل ده فرش يا مستر، امال الحصه عامله ايه؟ ما الحصه تقيله برضه والله. فاحنا هنجزأها ان شاء الله. يبقى احنا خدنا ايه النهارده؟ الحركه. مراجعه سريعه كده في دقيقه كده. الحركه اما انتقاليه او دوريه. الانتقاليه لها نقطه بدايه ونهايه، شكلها ايه؟ اما في خط مستقيم او مسار منحني زي حركه المقذوفات او القناصه. عظيم جدا، اللي هي بنسميها المقذوفات. المقذوفات على الكوكب بتكون حركه فيه مسار منحني. لكن لو بره، يعني في جاذبيه، لو بره الكوكب وجيت تحدف حد في الطوبه، اوعى تحدفها في مسار منحني. يعني ربنا يكرمك وتروح مثلا وكاله ناسا وتطلع الفضاء، وفي حد من بعيد عايز تنشه اي حاجه، ما تحدفهاش في مسار منحني، مفيش جاذبيه، تبقى في خط ايه؟ في خط مستقيم. عظيم جدا. طيب ثم خدنا الحركه الدوريه. الدوريه لازم يحصل فيها تكرار. هي حركه تكرر نفسها على فترات زمنيه متساويه، اما بتكون اهتزازيه بتهز يمين وشمال، اما تكون في مسار دائري زي المروحه والكواكب. عظيم جدا جدا جدا. ثم قلت لك الكميات الفيزيائيه كميات قياسيه ومتجهه. قياسيه بعبر عنها بالمقدار، المتجهه بعبر عنها بالمقدار والاتجاه. وقلنا اشهر حاجه اسمها المسافه والازاحه. مين هي المسافه؟ هي المسار الكلي من البدايه للنهايه، احسب هو مشي قد ايه. ولكن الازاحه بوصل البدايه بالنهايه في خط مستقيم، هي اقصر مسافه بين نقطتين. نخش بقى على المهم، السرعه. اي جسم بيتحرك فاكيد بيتحرك بسرعه. حسب بقى نوعها، مش فارق معايا دلوقتي. اي جسم متحرك له سرعه يتحرك بها. فالسرعه لما اجي اعبر عنها، معلش بقى تعال نكتبها على اليمين كده. ادي السرعه لما اجي اعبر عنها، بعبر عنها اقول اما عندي سرعه عدديه او سرعه متجهه. فالسرعه اما سرعه عدديه او سرعه متجهه. عايزين نعرف دي ونعرف دي ونوصف دي ونوصف دي. نشوف بس بعض الملحوظات عليها. اولا، اي سرعه رمزها في. طب وحده قياسها متر على الثانيه او متر لكل ثانيه. طب صيغه ابعادها ال تي سالب 1، لان هي مسافه على زمن. المسافه احنا بنتكلم على بعد. المسافه ال الزمن تي اللي في المقام يطلع بعكس الاشاره، يبقى ال تي سالب 1. عظيم جدا. فالسرعه العدديه هي المسافه التي يقطعها الجسم كل ثانيه. ده مش التعريف اللي مكتوب في الكتاب، بس انا قصدي يعني ثانيه واحده. اي جسم بيتحرك له سرعه. طب ايه قصه السرعه العاديه دي؟ بشوف الجسم بيتحرك مسافه قد ايه في الثانيه، كل ثانيه مسافه مش ازاحه. يعني انا لو هنا وبعد ثانيه بقيت هنا قطعت 5 متر، بعد ثانيه كمان بقيت هنا قطعت 5 متر، بعد ثانيه كمان بقيت هنا قطعت 5 متر. المسافه اللي انا قطعتها هنا قد ايه؟ 5 في الثانيه، وهنا 5 وهنا 5. يبقى انا سرعتي ايه؟ 5 متر في الثانيه. يعني كل ثانيه بقطع مسافه 5 متر. السرعه دي بربط حاجتين مع بعض، مسافه مع زمن. بقول انا قطعت مسافه قد ايه في زمن قد ايه. فالسرعه العاديه هي المسافه المقطوعه كل ثانيه. بدل ما بنقول كل ثانيه دي، ممكن نقول كده بالظبط: هي المسافه المقطوعه في وحده الزمن. شايف دي؟ وحده الزمن، وحده حاجه في الفيزياء معناها الواحد منها. وهنا بقى ابدا افهم الكلام اللي في الفيزياء عشان تعرف تقرا فيزياء زي ما احنا بنقراها كده وبنتعلمها. المسافه التي يقطعها الجسم كل ثانيه هي المسافه المقطوعه في وحده الزمن. ده اللي مكتوب في الكتاب. عظيم.
دي كده السرعه الايه العدديه. مستر ثانيه واحده، عشان اجيب السرعه العدديه بقسم ازاحه ولا مسافه؟ تقول لي مسافه. طب ما المسافه كميه قياسيه، اذا السرعه العدديه هي كمان كميه ايه قياسيه. فاجي اقول لحضرتك السرعه العدديه كميه قياسيه، يعني بعبر عنها بالمقدار فقط، فدائما بتكون حاجه موجبه. شكرا يا سيدي، دايما بالموجب. طيب بصراحه الكتاب مش كاتب لك ليها قانون، بس احنا ممكن نجيب لها قانون. السرعه العدديه اهو، ادي القانون يا سيدي. السرعه العدديه هي المسافه على الزمن. ما هو بالعقل كده، انت عايز السرعه هي المسافه اللي بيقطعها كل ثانيه. طب لو اداني في الثانيه قطعت 5 متر، في الثانيتين قطعت 10، 3 ثواني قطعت 15، فانا معايا المسافه 15 في 3 ثواني اقسمهم على بعض عشان تجيب المسافه اللي انت قطعتها كل ثانيه. 15 على 3 فيها الخمسه، يبقى سرعتي ايه؟ بقطع 5 متر كل ثانيه. يا لهوي على الجمال يا جماعه، لما تفسر الكلام كده تفسير فيزيائي حلو قوي. طب هل ده موجود عندي في الكتاب؟ لا، دول شالوه من المنهج الجديد. بس لا أأمن غدر الفيزياء ولا وضع الامتحان. يقول لك هو مش موجود، بس يا عم احنا حاطينهم لك كتعريف، يعني ايه مش فاهم تعريف؟ ممكن تحصل، ممكن تحصل عادي، بس هي مش عليها اي اسئله. الشاهد لو قال لك انا عايز السرعه العدديه، لو قال لك كده مع انه مش هيعملها خلاص، هي مش موجوده في المنهج اصلا، تقسم مسافه على زمن، مسافه وليست ازاحه. طب اجيب المسافه منين يا مستر؟ انت بتعرف تحسبها، انت بتعرف تحسب المسافه والازاحه، لسه معلمك من شويه. عظيم. طب السرعه المتجهه، السرعه المتجهه والله من اسمها. فلو جيت اعرف السرعه المتجهه اقول لك بص في الكتاب معموله ازاي. هي المعدل الزمني للتغير في ازاحه الجسم، او المعدل الزمني للتغير في الازاحه، كده على طول مش لازم الجسم يعني، عادي اهو في الازاحه يعني. شكرا. ايه ده يا مستر بقى؟ الكلمه دي يلا والله مهمه قوي 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 قوي، دي من اساسيات الفيزياء، كلمه المعدل الزمني. وخد بقى اتعلم فيزياء بجد. كلمه معدل زمني دي يعني ايه؟ يعني حاجه مقسومه على زمن، يعني الحاجه اللي بتحصل في الثانيه. طب مين الحاجه اللي يقصدها؟ هو قال لي المعدل الزمني لمين؟ للتغير في الازاحه، فالحاجه اللي يقصدها اللي هي الازاحه. يعني لما يقول لي كده يقصد بيها الازاحه على الزمن. بس كده يا سيدي، اي معدل زمني تقابله هو حاجه مقسومه على زمن. لو قلت المعدل الزمني للازاحه يبقى الازاحه على الزمن، المعدل الزمني للسرعه يبقى سرعه على الزمن، المعدل الزمني للتغير في السرعه يبقى التغير في السرعه على الزمن، وهكذا وهكذا وهكذا. اي معدل زمني تقابله هو حاجه على زمن. بالله عليك دي معلومه من اساسيات، بص دي من اعماق ثالثه ثانوي، مهمه قوي. ده التعريف يا سيدي اللي موجود عندك. يعني انا لو احط تعريف او قانون للسرعه المتجهه، ادي السرعه المتجهه يبقى مسافه ولا ازاحه؟ يبقى ازاحه على زمن. لو جه قال لك مثلا في مره اذا كان المعدل الزمني للتغير في ازاحه ب 10، هل هو كده مديني الازاحه؟ لا، ده مديني الازاحه اللي بتحصل كل ثانيه، او اللي اسمها الايه؟ المعدل الزمني، يعني مديني السرعه. فلو قال لي المعطى ده سؤال مستويات عليا، اذا كان المعدل الزمني للتغير في ازاحه جسم هو 10، طبعا لازم يجيب لي وحده قياس سرعه لان هو معدل زمني، يعني الازاحه على الزمن. هيقول لي 10 متر على الثانيه. انا استفيد ايه بالمعطى ده؟ اقول له كده اذا انت تقصد يعني ان السرعه ب 10 متر على الثانيه، سرعه متجهه طبعا. بس واخد بالك لما يقول لي ايه انا طلعت معطى ايه؟ يا لهوي على الجمال. طيب كده احنا خدنا السرعه العاديه والسرعه الايه؟ المتجهه. هوريك بس حاجه كده موجوده فيه. طبعا ما كتبتهاش هناك. السرعه المتجهه دي كميه متجهه، يعني بحددها بالمقدار والايه؟ والاتجاه. هنا بقى اللي ممكن تبقى موجبه وممكن تبقى سالبه، قلنا وحده قياس وقلنا صيغه الابعاد. تعال نشوف المثال ده الجميل ده.
انا لو جيت قلت لك الاتجاه الموجب انا اللي بفرضه، جيت فرضت لك ان الاتجاه الموجب للحركه هو اتجاه الشرق، يبقى انا لما افرض اتجاه موجب خليه هو الموجب، ده الموجب بتاعك. لو جيت عبرت عن، ركز بقى، عايزين نعبر عن السرعه العاديه للسيارتين. ركز، العربيه ايه؟ ماشيه في الشرق، العربيه بي ماشيه في الغرب. دي ماشيه بكام؟ ب60. دي ماشيه بكام؟ ب60. بص هقول ايه؟ السرعه العاديه للعربيه للسياره الحمراء هي 60، مش هقول شرقا. السرعه العاديه للعربيه الخضراء هي 60 وهسكت، مش هقول غربا. ليه؟ انا بعبر عنها كمقدار فقط وليس كمصدر وايه؟ واتجاه، والاثنين هعبر عنهم بالموجب. لا احنا عايزين ايه؟ اهي الاثنين هعبر عنهم بالموجب. يا لهوي على الجمال، لانها سرعه ايه؟ عدديه. طب لو عايز اعبر عن كل واحده متجهه، هقول العربيه دي ماشيه بسرعه 60 شرقا، لكن دي مش هقول 60، هقول -60، لان ده الموجب وهي ماشيه العكس. هي ماشيه فين بقى؟ في السالب. فاما اقول -60، كلمه -60 يبقى هي مش في الاتجاه اللي انا فرضته في الموجب، هي عكسه، يبقى انا كده عبرت عنها بالاتجاه. اما اقول -60 اهي، او اقول تتحرك بسرعه 60 كيلومتر على الساعه، بس احدد ان هي ايه؟ غربا. كلمه غربا دي يعني سالب الشرق، ما هو الشرق هو الموجب، فبدل ما اقول -60 اهو، شيل السالب وحط بدلها ايه؟ غربا. غربا يعني سالب بتاع الشرق. وافتكر دايما السالب في الفيزياء هو عكس اتجاه. يا رب تكون فاهمني يا رب. طب ما تيجي نزود احنا حته من عندنا، تعالى والله تعالى، ده انا بحبك قوي. تعالى بص كده، لو انا افترضت ان هو ده الاتجاه الموجب بتاعي اللي هو الغرب، فاقدر اقول لك العربيه الخضراء، يلا هتعبر بسرعه ايه؟ عدديه. العربيه الخضراء تسير بسرعه 60 كيلومتر على الساعه. طب الحمراء تسير بسرعه 60 كيلومتر على الساعه. والاثنين هقولهم بالموجب لاني بعبر سرعه عدديه. طب خلينا في المهم، متجهه. فالخضراء دي هقول ايه؟ طبعا هي ماشيه في الاتجاه الموجب، فقلت تتحرك بسرعه 60 كيلومتر على الساعه والقيمه تبقى موجبه، لان الغرب هو الاتجاه الموجب اللي احنا فرضناه من الاول. او اقول ايه؟ 60 غربا وخلصت، 60 كيلومتر على الساعه غربا، شكرا. ما هو كده كده الموجب هي الغربا. طب تعالى، دي ماشيه العكس، السالب بتاع الموجب بتاعها اهو، هي ماشيه العكس بالسالب. بص بقى، ممكن اعبر عن سرعه دي بكام حاجه. هي ماشيه بسرعه كام؟ 60. فاما هقول ماشيه بسرعه 60 كيلو متر على الساعه بس بالسالب، يبقى اقول -60. ليه يا مستر بالسالب؟ لان المفروض الغرب هو الموجب، هي ماشيه عكسه، فهقول هي سرعتها في عكس اتجاه الموجب اللي احنا فرضناه. عظيم. او بدل ما اقول 60 اقول ايه؟ شرقا، يبقى اقول 60 كيلو متر على الساعه بس شرقا. الشرق هنا معناها اللي هو الغرب هو الموجب، فالشرق هو السالب. ما هو 60 يبقى السالب هي الشرق، ما اختلفناش يعني. طيب خش على الجزئيه اللي بعدها. دلوقتي عايزين ناخد انواع السرعه. محبش انا لما يقعد يغير اللون كده. انواع السرعه. قبل ما اقول لك الانواع، تذكر دائما ان اي سرعه هنتكلم فيها في الدرس ده زي ما ذكر في كتاب المدرسه هي سرعه متجهه. لو قال لك السرعه وسكت يقصد المتجهه. امتى يقصد العدديه؟ لما يذكر كده السرعه العدديه هي. غير كده طالما قال لك سرعه فهنعتبرها سرعه ايه؟ متجهه، يعني بنعبر عنها بالمقدار والاتجاه، ولما بجيب لها في القانون بجيبها قانون الازاحه وليست المسافه. انواع السرعه عندي نوعين. السرعه بتاعتك اما سرعه منتظمه او سرعه غير منتظمه. واصحى بقى معايا، كلمه منتظمه يعني ثابته، اساسيات فيزيائيه. كلمه منتظمه يعني ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني ولا بتزيد ولا بتقل، هي قيمتها ثابته لا تتغير. يعني لو انا دلوقتي راكب عربيه سايق مثبت رجلي على البنزين،
السرعه دلوقتي 100 كيلومتر على الساعه. فضلت اجري اجري اجري، العربيه بتتحرك. ببص على العداد لقيت السرعه 100 كيلومتر على الساعه. فضلت اجري اجري اجري، ببص على السرعه لقيتها 100 كيلومتر على الساعه. هل السرعه هنا اتغيرت عن هنا؟ اتغيرت عن هنا؟ لا، ما اتغيرتش. اذا السرعه دي مالها؟ منتظمه. ومنتظمه يعني ثابته، يعني ولا بتزيد ولا بتقل. يا لهوي على العظمه يا جدعان. طب السرعه، خلينا بقى نكمل دي الاول ثم نيجي لدي. السرعه المنتظمه هي السرعه اللي بتحصل عندما يقطع الجسم ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. يعني كل ثانيه يقطع نفس الازاحه، ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. يعني في الثانيه الاولى قطع 10، في الثانيه الثانيه هيقطع 10، في الثانيه الثالثه هيقطع 10. يعني لو اديتك مثال بالشكل كده، عندك هنا عربيه، معلش بقى على العربيه المعاقه اللي انا هرسمها دي عربيه، يعني هي ما حصلتش توك توك، بس يعني مشيها عربيه. العربيه دي في الثانيه الاولى اللي هي ما فيش وقت عدى كانت هنا، بعد ثانيه لقيتها هنا، عدى ثانيه اهو لقيتها قطعت مسافه 10 متر. بعد ثانيه كمان لقيتها هنا، لقيتها برضو قطعت مسافه 10 متر. بعد ثانيه كمان لقيتها هنا، يعني برضو قطعت مسافه 10 متر. بعد ثانيه كمان لقيتها هنا، يعني قطعت مسافه 10 متر. ثانيه واحده دي هنا في الثانيه الاولى. بص، ازمنه متساويه، ثانيه ثانيه ثانيه. طبعا الثانيه بنجيبها من هنا لهنا، يعني من هنا لهنا كده 1 ثانيه، ومن هنا لهنا كده من 1 ل2 يعني 1 ثانيه، ومن هنا لهنا 1 ثانيه. في الثانيه الاولى قطعت 10، في الثانيه قطعت 10، في الثالثه قطعت 10. فساعتها اقدر اقول ان السرعه دي مالها؟ منتظمه. ومنتظمه يعني ثابته. بدليل، تعال نجيب السرعه هنا. السرعه هنا بقسم 10 على 1 يديني ايه؟ 10 متر على الثانيه. طب وهنا 10 متر على الثانيه. طب وهنا 10 متر على الثانيه. الله دي السرعه هنا هي. اذا هذا الجسم يتحرك بسرعه منتظمه، ومنتظمه يعني ثابته، يعني ولا بتزيد ولا بتقل. يا لهوي يا لهوي على الجمال والعظمه. امتى بتحصل؟ عندما يقطع الجسم ازاحات متساويه في ازمنه متساويه. لسه هنرسمها بياني، بس النهارده مش هتكلم عن البياني الا بجزئيه صغيره جدا 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 شكلها وخلاص. والمحاضره الجايه ان شاء الله هتكلم عن البياني تفصيليه. ممكن قبل، يعني مش عارف هنزل مين الاول، درس العجله ولا الرسم البياني، بس انا هقول الرسم البياني كله في فيديو واحد لانه اساس من اساسيات الفيزياء. طب السرعه غير منتظمه يا مستر، بص، عشان تبقى غير منتظمه ثبت حاجه غير الثانيه، او ثبت ده غير ده. بمعنى اجي اقول لك عندما، امتى بتحصل؟ عندما يقطع الجسم ازاحات، بص الازاحات مالها؟ غير متساويه في ازمنه مالها؟ متساويه. يعني فات ثانيه قطع 10 متر. بص في الثانيه الاولى مشيت 10، في الثانيه الثانيه بقيت اسرع مشيت 20، في الثانيه الثالثه بقيت اسرع مشيت 30. يبقى انا قطعت ازاحات مالها؟ غير متساويه في ازمنه ايه؟ في ازمنه متساويه. اذا انا ما اقدرش اقول انا ماشي بسرعه منتظمه، انا سرعتي يا عماله بتزيد يا بتقل. ومنتظمه يعني مش ثابته، يعني اقدر اقول منتظمه يعني، ارجع، منتظمه يعني متغيره، يعني مش ثابته. يعني السرعه مالها؟ يا بتزيد يا بتقل، يا بتزيد يا بتقل. يا لهوي على الجمال. ثبت حاجه غير الثانيه. طب او ممكن اقول لك ايه؟ تحدث عندما يقطع الجسم برضو. هنا بقى العكس، ازاحات متساويه يبقى اكيد في ازمنه غير متساويه. يبقى انا ثبت الازمنه، غيرت الازاحات، مش بمزاجي يعني، ده تعريف اصلا السرعه الايه؟
الغير منتظمة. أديك مثالين عليها. بص يا صديقي، قلنا ثبت الإزاحات، فأنا هعمل لك هنا إزاحات متساوية، أزمنة غير متساوية. وهنا هعمل لك العكس، إزاحات غير متساوية في أزمنة متساوية. هبدأ من تحت. أزمنة متساوية يعني أنا لو عندي جسم هنا أهو، نفس العربية الكارو دي ولا العربية التوك توك مش عارف دي إيه بالظبط، العربية دي بعد ثانية بقت هنا. هنا من هنا لهنا فات قد إيه؟ 1 ثانية. يعني هنا الثانية 0، هنا الثانية الأولى. طيب بعد ثانية كمان لقيتها مشيت مسافة أكبر. يعني من هنا لهنا أهو برضه فات 1 ثانية. يعني دي ادي الثانية الأولى هي بالأحمر، دي عند الثانية رقم 2. طب في الثانية رقم 3 لقيت الجسم بقى هنا مشي مسافة أبعد، دي في الثانية رقم 3، ومن هنا لهنا برضه 1 ثانية. خلي بالك من هنا لهنا هل المسافة بعينيك المسافة دي زي أو الإزاحة دي زي دي زي دي؟ يعني لو أنا من هنا لهنا مثلا مشيت 10 متر، فمن هنا لهنا مشيت قد إيه؟ 20 متر. ففي الثانية الثالثة مشيت قد إيه؟ 30 متر. هل دي زي دي زي دي؟ تقول لي والله يا مستر هنا الزمن واحد، هو مثبت الزمن. في الثانية الأولى مشي 10، في الثانية الثانية مشي 20، في الثانية الثالثة اللي هي نفس الثانية في 1 ثانية مشي 30. الله، دي مسافات أو إزاحات غير متساوية في أزمنة مالها؟ في أزمنة متساوية. إذا الجسم ده يتحرك بسرعة غير منتظمة. بدليل تعال نجيب السرعة هنا مرة. لو جبت السرعة هنا أقسم 10 على 1 فيها 10 متر على الثانية. طب هنا 20 متر على الثانية. طب هنا 30 متر على الثانية. هل دي سرعة منتظمة؟ دي سرعة عمالة بتزيد. طالما بتزيد أو بتقل تبقى مش ثابتة، يعني غير منتظمة. يا لهوي على العظمة يا جدعان. يعني لو اداني رسمة زي كده قال لي هي السرعة بيحصل لها إيه؟ أولاً ممكن يجي يقول لي هي السرعة دي منتظمة ولا غير منتظمة؟ تقول لي غير منتظمة، مسافات غير متساوية أو إزاحات غير متساوية بأزمنة متساوية. طب بتزيد ولا بتقل؟ تقول لي يا مستر بتزيد أهو، طالما الجسم عمال بيبعد يعني بيقطع مسافات أكبر يبقى السرعة بتزيد. طب اللي فوق، لما الجسم يقطع إزاحات متساوية في أزمنة غير متساوية. إزاحات متساوية. طب تعال نشوف. لو أنا لقيته من هنا لهنا أهو قطع 10 متر، ومن هنا لهنا قطع برضو 10 متر، ثم قطع برضو قد إيه؟ 10 متر، ثم قطع برضو قد إيه لحد هنا؟ 10 متر. لاحظ عمال يقطع 10 10 10 10 إزاحات متساوية. بس في الأول لقيته قطعهم مثلا في 5 ثواني، ثم في 3 ثواني أو في 4 ثواني، ثم في 3 ثواني، ثم في 2 ثانية. لاحظ هل الزمن هنا زي هنا زي هنا زي هنا؟ لا يا مستر، إذا السرعة هنا غير هنا غير هنا غير هنا، إذا الجسم ده لا يتحرك بسرعة منتظمة. بدليل هات السرعة هنا تطلع ب 2 متر على الثانية، 10 على 4 فيها 2.5 متر على الثانية. يديك 3 علامة 3 متر على الثانية، وهكذا وهكذا يديك 5 متر على الثانية. السرعة هنا غير هنا. طب السرعة بتقل ولا بتزيد؟ بتزيد. طالما الزمن بيقل يبقى السرعة بتزيد. فعلا علاقة بينهم عكسية بس مش هنتكلم فيها دلوقتي، طبعا عند ثبوت المسافة. لكن هنا العلاقة بين المسافة والسرعة علاقة طردية عند ثبوت الزمن طبعا. والله فاهمك كل ده بالتفصيل الممل بس مش وقته. يعني كل ما الجسم يبعد فالمسافات تزيد فالسرعة تزيد. دي وصف دقيق جدا لتعريف السرعة المتغيرة. نرجع بقى لحتة كده هوريها لك بس كرسم بياني، بس مش هدردش فيها النهاردة خالص. بص يا سيدي اهو، هنا تتحرك سيارة كما بالشكل. لاحظ ان في الثانية الاولى قطع 10، الثانية 10، الثالثة 10. اذا السرعة دي منتظمة، واقدر اجيب السرعة في الثانية الاولى والثانية والثالثة وهكذا من الجدول. بص هنا طبعا هنا ما عملكش في الكتاب الا حاجة واحدة بس، ثبت لك الزمن غير لك المسافات، لكن انا عملت لك الاثنين، ثبت لك المسافات وغيرت لك الزمن. شغل ده. طيب في هنا بقى تعريف كنت عايز اقوله. بص كده،
السرعة المتغيرة. امتى اقول ان الجسم بيتحرك بسرعة متغيرة؟ عن طريق حاجتين، اما المقدار يكون ثابت بس الجسم بيغير من اتجاهه، لان السرعة المتجهة بعبر عنها على حاجتين. خلينا نكتب في الحتة الفاضية دي، بعبر عنها بمقدار واتجاه. فلو لو المقدار ثابت، اوعى تقول لي الجسم يتحرك بسرعه منتظمه، لا، لازم ابص على الاتجاه برضه. ممكن الاتجاه يكون متغير، اذا هو يتحرك بسرعه مالها؟ بسرعه غير منتظمه او سرعه متغيره. طب اعكس، لو الاتجاه ثابت والمقدار متغير، اذا برضه بيتحرك بسرعه ايه؟ متغيره. يبقى انا لازم حاجه منهم على الاقل تكون بتتغير، يا مقدار يا اتجاه، فتبقى سرعه متغيره. بص عامل لك ايه هنا، عندك جسم اهو، هوب ماشي كده، هوب راح غير اتجاهه وغير اتجاهه وغير اتجاهه، حتى لو المقدار ثابت. بص اهو، مقدار السرعه ثابت، ها، بس بيغير من اتجاهه، اذا دي سرعه متغيره. طب تعالى فوق كده، الاتجاه ثابت اهو، اتجاه ثابت بس المقدار متغير، اذا الاثنين دول بيعبروا عن سرعه متغيره. يبقى عشان اقول سرعه متغيره، يا المقدار يتغير يا الاتجاه يتغير، حاجه منهم على الاقل. عظيم. هوريك بس حاجه كده، الرسمه البيانيه بتاعه السرعه المنتظمه والغير منتظمه، بس مش هتكلم عن البياني خالص، ولا همثله حتى، ولا هقول لك مثلناه ازاي في حصه الرسم البياني ان شاء الله. يلا، الخط ده ازاحه وزمن، عامل خط مستقيم اذا بيمثل سرعه منتظمه. طب عامل خط غير مستقيم اذا بيمثل سرعه غير منتظمه. هبقى اعلمك الحصه الجايه ان شاء الله او الفيديو الجاي في الرسم البياني الكلام ده كله جه ازاي. ناخد الموضوع واحده واحده. طب لما اعمل فوق في وتحت تي، فطالما خط افقي يبقى السرعه ثابته، طبعا دي اسمها علاقه ثابته. مين الثابت؟ هشرحها لك تفصيليا. الحاجه اللي هنا هي اللي بتكون ثابته. مين الحاجه اللي هنا؟ السرعه، فالسرعه مالها ثابته. طب هل هنا كده السرعه ثابته؟ لا، دي السرعه كده عماله تزيد، يعني السرعه غير متغيره، سرعه غير منتظمه. ماشي يا صديقي، ماشي يا صديقي، ماشي يا صديقي. ده الكلام ده سريع جدا، ها، انا لسه هقوله تفصيليا، اصل ما ينفعش اكروتك فيه بصراحه، فهعمل له فيديو مخصوص. انت مستوعب؟ طب بص، مش دي لسه قايلين ان هي علاقه ثابته؟ مين الثابت؟ الحاجه اللي هنا. مين الحاجه اللي هنا؟ المسافه. طالما المسافه ثابته يبقى انا واقف مكاني، ولا مسافتي بتزيد ولا بتقل، اذا انا جسم ساكن، يبقى ده بيعبر عن جسم ايه؟ ساكن. طب ده بيعبر عن جسم ايه؟ جسم راجع، لان هنا مسافه، المسافه بتقل يعني انا كاني برجع البيت، وهكذا هنا برضو، بس هنا تبقى سرعه منتظمه، هنا غير ايه؟ منتظمه. الكلام ده مش مهم يعني دلوقتي. ماشي يا صديقي، هناخد مثال سريع. يجري عداء في مسار مستقيم بسرعه منتظمه، قطع مسافه 20 متر خلال 4 ثواني، فان سرعه العداء. تقول لي يا مستر ثانيه كده، مش انت قلت لي احنا مش علينا حاجه اسمها سرعه عاديه؟ قلت لك اه، ومين قال لك ان هو طلب السرعه العاديه؟ يا مستر ده مديني مسافه. اقول لك لا، اصبر بس، هو انا كان عايز ايه؟ السرعه وسكت. طالما قال السرعه لوحدها يبقى هو يقصد السرعه الايه؟ يقصد السرعه المتجهه. هكتب لك قانونها دلوقتي. طب يا مستر ازاي وهو مديني مسافه؟ ومين قال لك ان انت هتجيب المسافه؟ انت هتجيب الازاحه على الزمن. تقول لي ما هو مش مديني الازاحه، اقول لك لا، ما في المساله دي المسافه هي الازاحه. ليه؟ لان الجسم تحرك في خط ايه؟ مستقيم. وامتى المسافه تكون هي الازاحه؟ لما الجسم يتحرك في خط مستقيم ولا يغير اتجاهه. طب ما هو ما غيرش اتجاهه يا صاحبي، فهو هنا قايل المسافه قاصد، ما هي المسافه هي الايه؟ الازاحه. فتروح تقسم ال 20 على 4 اكون خلصت. دي الملحوظه اللي انا عايز اقولها. ايه بقى اللي كنت عايز اقوله دلوقتي؟ القانون بقى بتاع السرعه المتجهه اللي هو ازاحه على زمن. احنا السرعه بتاعتنا بنعبر عنها برمز في، والسرعه طالما قلت سرعه يبقى اقصد متجهه، فاجيب ازاحه على زمن.
دي حاجه عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله. بس الفكره كلها مطالب في الفيزياء مش وردي، يعني مش هيروح يديك ازاحه وزمن فانت تجيب سرعه وشكرا، لا، في لف ودوران شويه. فاول طرق من اللف والدوران ان هو مش يديك الازاحه والزمن فتجيب السرعه، لا، يديك السرعه والزمن فتجيب الازاحه مثلا، يديك السرعه والازاحه فانت تجيب الزمن، فبنجيبها رياضه يعني. فانا دلوقتي عايز اعلمك حاجات رياضيه عبيطه جدا. لو انا عايز اجيب الازاحه اعمل ايه، ولو عايز اجيب السرعه عاديه خلاص، ولو عايز اجيب الزمن اعمل ايه. لو عايز اجيب الازاحه اضرب طرفين في وسطين لان هي فوق، فدي هنا مفيش، يبقى يديني دي بتساوي ده. دايما يا جماعه الحاجه اللي في المقام هنا بتتضرب في البسط هنا، وده بيتضرب لان في طرفين في ايه، في وسطين مقص، ده بيتضرب في ده وده بيتضرب فين، في ده. نرجع بس عشان انا مش عايز الشخبطه دي. فالدي بتساوي مين في مين؟ الفي في التي، كده بالظبط. شكرا. طيب لو انا عايز الزمن فهاجي اقول لك الزمن بيساوي، لو انت عايزه فانت عندك حركتين صايعين تعملهم. اما تقول لي ان الحاجه اللي هنا هي الحاجه دي على الحاجه دي كده بالظبط، الحاجه اللي فوق على الحاجه اللي في الناحيه الثانيه. يعني عايز اقولها، اقول التي بتساوي الدي على الفي. او تيجي تقول ايه، دول يا جماعه بيتضربوا في بعض او ممكن ابدلهم مكان بعض، وكذلك الدي ممكن انزلها هنا واطلع اللي تحت فوق وهكذا. فالتي هوديها مكان الفي واجيب الفي مكانها، فيبقى التي اهي مكان الفي والفي مكانها، يعني برضو بيساوي دي على مين؟ دي على في. طيب مستر على فكره، يعني على فكره انت طريقتك صعبه جدا يا مستر واحنا بنعملها بطريقه اسهل، احنا بنعملها بمثلث. نروح حاطين مثلث وعاملين كده، ادي الفي بيساوي اهو الدي على التي، نقدر نجيب اي حاجه. يعني لو طلب السرعه اقسم دي على تي يا مستر، لو طلب الازاحه اضرب سرعه في زمن، لو طلب الزمن اقسم ازاحه على سرعه. اقول لك والله الكلام ده عظمه وفوق راسي، بس هيخليك فاشل رياضيا، هينسيك حاجه اسمها رياضه، خصوصا لو انت مش علم رياضه. فده حلو تكتبه في البيت تتدرب بيه، تتدرب يعني تتابع معاه، بس بعد ما تشوف ده الاول في البيت. بمعنى ايه؟ حضرتك لازم تعود نفسك تجيب الحاجه في طرف لوحدها رياضيا، وده بس علشان تتاكد اذا كنت شغال صح ولا غلط. يعني انت عارف ان التي بتساوي دي على في، سيبها دلوقتي ما تبصش هنا اصلا الاول. عايز اجيب التي، انا فاكر ان انا بقسم ده على ده، يعني التي بتساوي دي على في. راجع بقى هنا يلا، هل التي هي دي على في؟ صح، يبقى انا شغال مظبوط. يبقى لازم بالله عليك تعود ايدك ان هي تجيب الحاجه لوحدها ايه؟ رياضيا. طبعا اي قانون فيه 3 حاجات زي كده، معاك حاجتين تجيب التالت، معاك حاجتين تجيب التالت، شكرا. ده بكل بساطه. بالله عليك ده بيخليك ايه؟ بيفشلك رياضيا، خصوصا لو انت علم علوم مش علم رياضه. فلازم تتعود كده، اصل حاجات بسيطه يعني عبط دلوقتي. طيب نشوف اخر حاجه علينا. اي حاجه اي سرعه، اي حاجه ايه اي جسم يتحرك بسرعه غير منتظمه اقدر اشتغل معاه اجيب له حاجتين. حاجه اسمها السرعه اللحظيه بتاعته، يعني السرعه عند لحظه معينه، لان السرعه متغيره اصلا، يا بتزيد يا بتقل. او اقدر اجيب حاجه اسمها السرعه المتوسطه. السرعه اللحظيه، اديك مثال بسرعه عشان تفهمني. انا دلوقتي سرعتي ب 10 عمال ادوس بنزين، سرعتي في 20 عمال ادوس بنزين، سرعتي ب 30 وهكذا. هل السرعه هنا زي هنا زي هنا؟ هنا 10 هنا 20 هنا 30. يبقى انت سرعتك كام؟ لو قلت لك انت سرعتك كام ده سؤال خاطئ، لان السرعه هنا غير هنا غير هنا. فاقدر اعبر عن السرعه مش في الشكل ده
بطريقتين. اقول لك انت سرعتك في اللحظه الاولى كام او في الثانيه الاولى، طب في الثانيه الثانيه كام، طب في الثانيه الثالثه كام. دي كده بنسميها السرعه الايه؟ اللحظيه. السرعه عند لحظه معينه، عند ثانيه معينه. لو قلت لك انا عايز السرعه هنا تقول لي كانت 10، طب عايز السرعه هنا تقول لي كانت 20، طب هنا 30. يبقى دي كده اسمها السرعه الايه؟ اللحظيه. ودي غالبا بنحتاج نجيبها بيانيا الحصه القادمه او الفيديو القادم ان شاء الله. طب السرعه المتوسطه يا مستر، ايه السرعه؟ ما اي سرعه غير منتظمه يجيب لها سرعه لحظيه يروح اجيب لها سرعه ايه؟ متوسطه. طب قانونها ايه؟ السرعه المتوسطه بنعملها في شرطه، هي الازاحه الكليه التي قطعها الجسم من البدايه للنهايه. يبقى انا عشان اجيب الازاحه الكليه لازم اشوف اتحرك فين منين لفين بالظبط، يمين شمال فوق تحت ما يشغلنيش، اوصل نقطه البدايه بنقطه النهايه في خط مستقيم. حتى لو راح ورجع ما يهمنيش راح في ايه ورجع، يهمني البدايه فين والنهايه بعد ما رجع فين، واوصل ما بينهم في خط مستقيم على الزمن الكلي. الزمن اللي راحوا ورجعوا وراحوا، كل زمن موجود احسبه، واللي وقفوا برضه لو وقف شويه. فده قانون السرعه المتوسطه بتاعي. طب مستر هو يعني ايه اصلا متوسط السرعه؟ يعني ايه سرعه متوسطه؟ عشان بصراحه تفهمني تعال اديك كده مثال، مثال واقعي شويه. لو انا جيت قلت لك في واحد بيقبض مرتب عشوائي، عارف انت الشخص الارزقي اللي هو بياخد اليوم بيومه ده، يوم يقبض 50، يوم يقبض 100، يوم وهكذا، يعني بتيجي برزقه. تمام؟ اللي هم اغلب الصناعيه كده، يعني اليوم برقم، اليوم الثاني برقم، حسب ما رزق ربنا يبعت له. فلو جيت قلت لك ادي يا عم اليوم الاول يوم واحد، هعملها لك والله ايه اليمين الشمال يا لهوي. ادي يا سيدي الراجل ده اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. اليوم الاول الراجل ده قبض 50 جنيه، اليوم الثاني الراجل ده خد 150 جنيه ربنا بعت له رزق، اليوم الثالث ب 100 جنيه. انا عايز اعرف هو في الثلاث ايام قبض قد ايه. طبعا هل القبض هنا زي هنا زي هنا؟ لا، فلازم احدد لحظه معينه، لازم اقول القبض اليوم الاول قبض كذا، او اليوم الثاني قبض كذا، او اليوم دي ميم اليوم الثالث قبض كذا. فانا كده قلت القبض اللحظي زي ما بنقول السرعه الايه؟ اللحظيه. طيب هو في الثلاث ايام على بعض قبض كام؟ تقول لي في الثلاث ايام قبض 50 و150، ادي كده 200 و100، هو قبض 300 جنيه في الثلاث ايام. طيب هل ينفع اقول هو كل يوم بيقبض 50؟ لا، ما هو يوم 50 ويوم 100 ويوم 150. ينفع اقول في كل يوم بيقبض 150؟ لا. امال ينفع اقول ايه؟ ينفع اقول متوسط القبض اللي هو المرتب اليومي. كلمة متوسط دي بقى يعني ايه؟ يعني هو تقريبا كل يوم بيقبض كذا، وكأنه كل يوم بيقبض كذا، بس كده كده القبض متغير. انا لو عايز اجيب المتوسط من الحاجة دي اجمعهم واقسمهم على كام؟ على عددهم 300 على 3 فيها الايه؟ فيها ال100. يعني كأنه بيقبض قبض ثابت كل يوم 100 جنيه. المتوسط هو القيمة اللي لو كان بيقبضها ثابتة تديني نفس المحصلة في الآخر، لما أجمع 300 و100 و100 يديني كام؟ 300. يبقى هو فعلا برضه في الثلاث أيام هنا قبض 300 هنا قبض 300. ده اسمه القيمة المتوسطة اللي لو كانت ثابتة، يعني لو كان كل يوم بيقبض 100 في الثلاث أيام هيقبض نفس الحاجة برضه. ده اسمه متوسط. احنا بقى في السرعة بنعمل كده برضه، ما هي السرعة متغيرة بتزيد وبتقل. فيا اما نجيب السرعه عند لحظه معينه، او نجيب متوسط السرعه اللي لو كان ماشي بيها كانه كان ماشي بسرعه منتظمه كذا، وهتديله في الاخر او هتوصله في نفس الزمن في الاخر. عظيم. هنشوف اخر جزئيه كده مع بعض. انا بس شرحتها لك. تعالى كده خلينا هنا، ادي القانون بتاعك بالله عليك، ده اللي احنا هنستخدمه. نشوف بس مثال كده، والواجب ان شاء الله هيكون الباقي هيوضح لنا اكتر. يعني قاد شخص سياره في خط مستقيم، قطع الاول 8 و4.
مسائل السرعه لو ما رسمتش مش هتعرف تحل. فارسم الاول عربيه عند البدايه اهو، ادي عربيه عند البدايه، قطعت مسافه، اعمل خط مستقيم. هو قال لي كده مسافه في خط مستقيم، تمام؟ قطع قد ايه؟ 8 و4. هو ما قالهاليش بس كان ممكن يقولها يعني. طب في زمن قد ايه؟ 12 من 100 من الساعه. ثم نفذ منه الوقود. راح هنا العربيه عطلت فالوقود نفذ، الراجل ما سكتش، نزل خدها مشي لحد محطه البنزين. خدها في قد ايه؟ قعد 2 كيلو، يعني مش 2 كيلو في نص ساعه. راح قال لك وقف بقى ستوب لحد هنا، اشتغل هات لي السرعه المتوسطه. طالما قال السرعه المتوسطه وسكت فهو يقصد الايه؟ المتجهه، اللي غالبا ما عندكش غيرها اصلا في الدرس ده. عشان اجيب السرعه المتجهه اجيب الازاحه الكليه على الزمن الكلي. طب الازاحه الكليه لازم اجيب نقطه البدايه ها واخر نقطه نهايه اللي هي محطه الوقود. من البدايه للنهايه مش قد ايه؟ 8 و4 زائد 2 يديني 10 و2 اهو. 8 و4 زائد 2 على الزمن من البدايه للنهايه، الزمن كله اللي راح ورجع وعمل فيه كل حاجه. هو اصلا ماشي من هنا لهنا، خد الزمن الاول والزمن الثاني واجمعهم، اقسمهم على بعض يديني 16 علامه 7 كيلومتر على الساعه. لو لقيتها في الاختيارات اختارها، ما لقيتهاش اكيد هيكون جايبها بالمتر على الثانيه، يعني اضربها في 5 على 18. ده لو عايزها بالمتر على الثانيه. طيب راح كمل لك السؤال وقال لك ايه؟ بص بقى يا صديقي، قال لك لو سمحت 2 اذا اهو اذا عاد الشخص مره اخرى للسياره. يبقى هو بعد ما راح للبنزين رجع. طب ما هو رجع قد ايه؟ مش هو كان راح 2 كيلو فرجع ل 2 كيلو تاني. طب رجعهم في زمن قد ايه؟ 6 من 10 من الساعه. فاروح اكمل رسم بقى اهو، رجع ال 2 كيلو في 6 من 10 ساعه. راح قال لي هات السرعه المتوسطه بعد ما رجع للسياره، يعني بعد ما راح ولف ورجع لازم اوصل. وعايز السرعه المتوسطه لازم اوصل البدايه بالنهايه. وهات الازاحه الكليه على الزمن الكلي. الازاحه ما اقدرش اقول بقى مسافه، يعني ما اجمعش ال8 و4 مع ال2 مع ال2، لا، هو في النهايه وصل لفين؟ مكان العربيه تاني، فاخد من البدايه للنهايه الحته دي اللي هي بكام؟ 8 و4، فاقول له الازاحه ب 8 و4. طب والزمن؟ هو لما راح ورجع هل خد الزمن ده بس؟ اوعى، ده خد زمن المروح في المره الاولى، ثم لما راح البنزين، ثم لما رجع. فهجمع الازمنه كلها لحد اخر نقطه اهو، اجمع الازمنه كلها. ولو كان وقف هنا نص ساعه اجمع معاها زمن الوقوف. بعد ما اقسمهم على بعض يديني الرقم ده بالكيلومتر على الساعه. في مسائل مشهوره جدا هنلاقيها في الواجب، هنا موجوده صعبه شويه بصراحه، في الواجب معموله اسهل، او في بعضها سهل وبعضها صعب. بيقول لك جسم يتحرك في خط مستقيم فقطع مسافه اسمها اكس. والله لو ما رسمت ما تعرف تحل. انا مش عارف ازاي هنا مش راسم، فانا بص هرسمها. ادي جسم اتحرك من ايه الى بي، قطع مسافه اسمها اكس بسرعه اسمها في، يبقى السرعه اسمها في، ما ادانيش ارقام مش مهم. تعال، ثم قطع مسافه اسمها 4 اكس، النقطه اسمها سي مثلا، قطع 4 اكس في نفس الاتجاه بسرعه اسمها 2 في. فإن السرعة المتوسطة للجسم خلال حركته. هو عايز السرعة المتوسطة، أجيب الإزاحة الكلية على الزمن الكلي. طب الإزاحة الكلية معايا اسمها إيه؟ 5 إكس. يا مستر ده أنا مش معايا أرقام، مفيش مشكلة، عوض بالرموز، حاجات هتطير مع حاجات ويبقى الدنيا زي الفل. فالإزاحة الكلية يلا ب5 إكس، مش معايا الزمن الكلي، خلاص روح هاته. اجيبه منين يا مستر؟ صلي بينا على الحبيب. لا والله لا اشتغلها رياضه، مش السرعه هي ازاحه على زمن؟ فلو عايز الزمن من الاثنين دول اقسم الازاحه على السرعه. لو نسيت اعملها في مثلث اللي هيخليك فاشل. التي بتساوي دي على في اهو. طب ما هنا معايا السرعه والازاحه، اقسمهم على بعض جبت الزمن، يبقى اقدر اجيب الزمن الاولاني بكام؟ الزمن الاولاني اهو دي على في، يعني اكس على في، هو اسمه كده اكس على في. قسمت ده على ده
طب الزمن التاني خلينا بالاحمر احسن، هو 4 اكس على 2 في. بص اهو 4 اكس على 2 في، اكس على في هتفضل زي ما هي عشان هي رموز، اقسم ال4 على 2 يديني 2، فتبقى اسمها 2 اكس على في. كده انا معايا الزمن الاول والزمن الثاني. يا مستر دي رموز انا مش فاهم حاجه. يا عم اعتبر اكس على في كانها اسمها ايه؟ س، فبتجمع س مع 2 س يديني 3 س، فانا بجمع اهو اكس على في زائد 2 اكس على في يديني 3 اكس على في. ما انا جمعت الزمن الاول مع الزمن الثاني. حل بقى يا صاحبي. 5 على 3 فيها 5 على 3، الرموز اقسمها على بعض. طب ما في هنا حاجه في مقام المقام تطلع بسط، فالاكس اهي تبقى على اكس عادي جدا، بس هنا في في، فالاكسيه تروح مع مين؟ مع الاكسيه يديني 5 على 3 من السرعه المتوسطه، هي 5 على 3 من القيمه دي يعني. وده اللي هتلاقيه موجود في الاختيارات اهو، تختاره. طبعا المساله دي لو ارقام هتكون اسهل. احنا غالبا خلصنا حصه النهارده. تعال نشوف لو في حاجه تانية. لا، الباقي رسم ايه؟ بياني، ومع ذلك الحصه تقيله جدا جدا جدا. فما بالك بقى لما ناخد الرسم بياني. طبعا كل حاجه بتتاخد تدريجي، وهي دي الحاجه اللي بفضل الله الحمد لله بتميزنا، واللهم لك الحمد. دعما منك لاخوك وحبيبك، احنا محتاجين لايك، سبسكرايب، شير، محتاج تقول لاصحابك، محتاجين لو انت تقدر تعمل شير في جروبات. انا عارف الموضوع ده بيبقى صعب عشان في ناس بتبقى متحكمه في الموضوع ده، بس ممكن تقدر، ومع التكرار ان شاء الله نتعرف في مصر كلها، لان احنا بفضل الله بنحاول نفيد والله مصر كلها. والله المستعان. هذا يا رب لله التوفيق. اللهم اجعل هذا العلم علما نافعا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.